أن من أهم أسباب ربح المزارع في هذه الأيام ومع غلاء الأعلاف هي زراعة الأعلاف، أن كان يملك الأراضي أو عن طريق ضمان أراضي وزراعتها. وهنا نقدم لكم قائمة بأبرز الأعلاف التي يمكن لمربي الغنم والماعز زراعتها وتوقيت زرعها، وكمية الإنتاج لمة وقعة عند زراعته على فدن واحد. الشبع. البرسيم يعد الشبع من الأعلاف الرئيسية في تغذية الغنم والماعز، ويمكن زراعته في فصلي الخريف والربيع. تتراوح كمية الإنتاج المتوقعة حوالي من 4 إلى 5 طن من الشبع الخضري على فدان واحد، ويمكن تحويله من 1 إلى 1.5 طن من الشبع المجفف. الذرة العلفية. تعد الذرة العلفية من الأعلاف ذات القيمة الغذائية العالية، ويمكن زراعتها في فصل الصيف والخريف. يمكن أن تصل كمية الإنتاج المتوقعة من الذرة العلفية إلى حوالي 6 إلى 8 طن من النباتات الخضرية على فدان واحد. الفول السوداني. يعد الفول السوداني أحد الخيارات الجيدة للأعلاف في المناطق ذات المناخ الحر والجف، ويمكن زراعته في فصل الصيف. تتراوح كمية الإنتاج المتوقعة حوالي 1 إلى 2 طن من الفول السوداني الخضري على فدان واحد. الشوفان. يمكن زراعة الشوفان كمصدر للأعلاف الخضراء أو الجافة، ويمكن زراعته في فصل الشتاء والربيع. تتراوح كمية الإنتاج المتوقعة حوالي 2 إلى 3 طن من الشوفان الخضري على فدان واحد، ويمكن تحويله إلى نصف إلى 1 طن من الشوفان المجفف. الضفيرة السودانية. تعد الضفيرة السودانية من الأعلاف الصيفية السريعة النمو، ويمكن زراعتها في فصل الصيف. تتراوح كمية الإنتاج المتوقعة حوالي 2 إلى 3 طن من الضفيرة السودانية الخضرية على فدان واحد. تجدر الإشارة إلى أن كمية الإنتاج المتوقعة قد تتأثر بعوامل مثل نوع التربة، وظروف المناخ، والتسميد، والري، وأساليب الزراعة المستخدمة. يفضل أن يتعاون مربي الغنم والماعز مع متخصصين في الزراعة والتغذية الحيوانية لتحديد الأعلاف المناسبة والتوقيت المثالي لزراعتها وفقا لظروف المنطقة ومتطلبات الماشية.